بيبدأ الفيلم من سفينة كبيرة اسمها أنطونيا جرازيا، وبالتحديد سنة 1962، ومتجهة لإيطاليا. والسفينة حصلت فيها حادثة غريبة لما جميع ركابها كانوا بيستمتعوا بحفل على السفينة، وبتظهر بنت اسمها كاتي وبيدعوها قبطان السفينة ترقص معاه لأنها قاعدة لوحدها، وأبوها وأمها مش موجودين على السفينة. فجأة بنشوف واحد بيمد إيده وبيشد سكينة التحكم في نظام السفينة، وبيتسبب في خروج سلك رفيع وقطع أجساد كل الركاب لنصين، ما عدا كاتي بس هي اللي نجت بسبب أسرها. وصرخت كاتي بأعلى صوت أول ما شافت المنظر المرعب لكل اللي حواليها. وبيتغير المشهد بعد الحادثة بسنوات في سفينة إنقاذ خاصة، والطاقم بتاعها مشغولين في إنقاذ سفينة وإحضارها للشاطئ، وبياخدوا مقابل معقول على كل عملية إنقاذ. بعدها أفراد الطاقم الخمسة كانوا بيحتفلوا بفوز فريقهم في المهمة، وقابلهم جاك فريمان وقال لهم جاك إنه طيار وكان في رحلة من شهر فوق بحر بيرينج في شمال المحيط الهادي، وشاف من الطيارة سفينة مهجورة لأن ما كانش فيها جهاز راديو لما حاول يتصل بيها، ووراهم صور لقطها للسفينة من الطيارة، وقال لهم إن أيا كان المكسب هيكون نصيبه منها 20%، وهم هياخدوا الباقي لأن هو اللي قال لهم على مكانها. ورئيسهم مورفي بيتشاور مع باقي الطقم وبيوافقوا، بس بشرط إن جاك يكون نصيبه 10% بس. وبيوافق جاك واشترط إنه هيكون معاهم في الرحلة. وفعلا تاني يوم بدأوا يتحركوا بمركبهم ووصلوا البحر بيرينج بالفعل. وواحد من الطقم اسمه سانتوس بتظهر قدامه في الراديو إن في سفينة قريبة، وبعد شوية بيلاقيها تختفي من الرادار وتظهر تاني وتختفي مرة تانية. علشان كده طلب من مورفي قائد السفينة يبص على شاشة الرادار ويتأكد، ومورفي بيبعت إشارة للسفينة لكن مفيش إجابة. ومرة واحدة بتظهر السفينة قدام سانتوس وملحقش يتفاداها واتصدموا بيها، وده اتسبب في عطل في سفينتهم. وأول ما شافها مورفي اتعرف عليها وقال لهم إن السفينة دي مفقودة من سنة 1962 واختفت فجأة بدون ما يطلبوا المساعدة وملهاش أي أثر من وقتها. وبيدخل السفينة هو مجموعة من أفراد الطقم، وبيفضل جاك ومجموعة تانية يتابعوهم من سفينتهم. وأول ما بيدخلوا بيلاحظوا إن بندول الساعة شغال وبيقف فجأة أول ما واحد منهم بيقرب من الساعة والسفينة بتتهز، وبيلاحظوا إن لعبة المكعبات بتتحرك وبتشكل كلمة مرحبا بكم. وهم ماشيين على ظهر السفينة بيحذرهم مورفي إن السفينة قديمة ومتهالكة، وفجأة أرضية السفينة بتنهار تحت رجل واحد منهم وبيقع للدور اللي تحت، لكن زميلته إبس بتلحقه. وفجأة بتشوف البنت اللي ظهرت في أول الفيلم وبتختفي تاني بسرعة، وواحد من السفينة بيحاول يتواصل معاهم باللاسلكي لكن مفيش أي إشارة. وفجأة وهم بيكتشفوا السفينة بيلاقوا ساعة رقمية، فبيقولوا البعض إن سنة 1962 ما كانوش اخترعوا الساعات الرقمية، وده معناه إن في ناس تانية طلعت السفينة قبلهم وأكيد الساعة دي تخصهم. وبينزلوا لسفينتهم مرة تانية، ومورفي قال لجاك إن السفينة ممكن يكون فيها كنز وممكن ما يلاقوش حاجة لأنه شاف زيها كتير. وبيقرروا إنهم يسحبوا السفينة لأقرب مرسى بعد ما يصلحوا الخلل اللي فيها ويسدوا أي فجوات فيها بتدخل مية. بس المشكلة إن الإصلاح هياخد منهم حوالي 3 أيام شغل، لأن سحب السفينة العملاقة وهي في حالتها دي هيكون صعب جدا. وفعلا قرروا يصلحوها من الداخل، وبينقلوا معداتهم للسفينة العملاقة وبيبدأوا الشغل. وإبس بتعاين حوض السباحة فبتلاقي فوارغ لطلقات نارية في الحمام، ولما بتيجي تخرج بتظهر قدامها البنت كاتي فجأة على سلم الحمام، وبتقع إبس مغمى عليها وبتفوق بعدها لكن بتكون مجروحة، والدم اللي بينزل منها بتشربه الأرض وكأنه ما كانش موجود. وبيوصل جاك لإبس وبياخدها بعيد عن الحمام، وبعد ما يمشوا بيخرج الدم بقطرة من كل فتحة في حمام السباحة لحد ما بيملى الحمام كله، ومحدش بيلاحظ منهم أي حاجة. وأفراد الطقم بيتفرقوا عن بعض وكل واحد بيدور في مكان مختلف عن التاني، وبتظهر الجثث اللي اتقتلت في حمام السباحة. بعدها أفراد الطقم بيحاولوا يتواصلوا مع بعض باللاسلكي لكن مفيش أي إشارة نهائي. وبيدخل مورفي حجرة قبطان السفينة وبيلفت نظره شفرة الحلاقة الملطخة بالدم وكمان طاقية القبطان، وبيلمح على المكتب إزازة ولسه هيشرب منها بيشوف صورة شخص ثاني في المراية، وبيتفزع ويخرج من الأوضة فورا. وفي نفس الوقت إبس وجاك بيفتحوا غرفة في مقدمة السفينة، لكن في فيضان فجأة بينزل عليهم بعد ما فتحت الباب، وبتقع عليهم جثث حديثة لناس غرقانة، فبتقرر إنها تسيب السفينة هي والطقم وتمشي، لكن بتكتشف إن الباب اللي دخلوا منه بيتقفل عليهم. وبيضطر إبس وجاك إنهم يخرجوا من نفس المكان اللي دخلت منه الجثث، وبيلفت نظر جاك عربية جاguار قديمة، وإبس بتحذره من التأخير وبتحاول إنها تاخده وتمشي، لكن بتلمح حاجة بتتحرك في غرفة ورا جاك، ولما بتفتح الصندوق بيلاقوه مليان بالذهب. وبتحاول تتواصل باللاسلكي مع مورفي وباقي الطقم علشان تبلغهم، لكنهم بيسمعوا أصوات مشوشة على اللاسلكي وكلهم مستغربين من اللي بيسمعوه ومحدش عارف يوصل للتاني. وبيظهر واحد من الطقم اسمه جرير وبيدخل مقصورة الاحتفالات وبيعجب بالآلات الموسيقية وبيجرب يعزف عليها،
وفي نفس الوقت سامع الأغاني في ودانه. وإبس وجاك بيقابلوا 2 من الطقم، وإبس بتوريهم الدهب، وأخيرا كلهم بيتجمعوا عند الدهب وبيتسحروا بمنظر السبايك وبيحضنوا بعض وهم فرحانين بالكنز اللي لقوه. وقعدوا يفكروا في قيمته، ومورفي قال لهم إنه يساوي أكتر من 400 مليون دولار. وقرروا ينقلوه لسفينتهم ويسيبوا السفينة من غير إصلاح، لكن جرير بيحذرهم إن السفينة دي فيها لعنة، والدهب ده فخ بيموت كل اللي بيفكر ياخده، بدليل وجود الجثث اللي كانت في المية وعمرها شهور. وأقسم لهم إنه سمع واحدة بتغني وطلبت منه يروح لها، لكن كلهم ما سمعوش كلامه وضحكوا عليه. وبتظهر البنت كاتي وهم بينقلوا الدهب للسفينة، وبتراقبهم وواضح عليها القلق وعاوزة تحذرهم من شيء، لكن محدش شايفها. وبتتفتح اسطوانة الغاز لوحدها، وكاتي بتصرخ في شبح مجهول وبتطلب منه ما يقتلهمش. وبتشوفها إبس وتسمعها، لكن فجأة في شيء بيرمي كاتي من السفينة وهي بتصرخ. وسانتوس بيشم ريحة الغاز وبيصرخ في جرير علشان ما يشغلش المحرك، لكن فات الأوان، وجرير بيشغل المحرك والسفينة بتنفجر. وبيقدروا ينقذوا جرير بصعوبة وبيموت سانتوس. بعدها بيحس مورفي بالذنب ناحية سانتوس لأن هو قبطان السفينة، وبعد ما سفينتهم انفجرت بيضطروا يغيروا خطتهم، وقرروا يباتوا الليلة على السفينة المهجورة لحد ما يلاقوا طريقة الصبح ويصلحوا السفينة المهجورة لأن هي السبيل الوحيد لنجاتهم. وبعد شوية بيسيبهم جرير وبيرجع لمقصورة الاحتفالات، وبيلاقي إزازة بيقعد يشرب منها لحد ما تخلص. وفجأة بيلاقي كل حاجة اتغيرت من حواليه، وبيعيش نفس مشهد الحفلة قبل ما تحصل الحادثة. وبتظهر له المغنية اللي سمعها وحكى لهم عنها وصدق إنها حقيقية، والمغنية بتستدرجه لمكان تاني وبيقع على سياخ حديد ويموت. وإبس فضلت تدور على البنت اللي شافها ووصلت لسجلات الأسماء اللي كانت على السفينة، وفضلت تبحث لحد ما وصلت لاسم طفلة واسمها كاتي. وفضلت تمشي وتدور عليها في كل مكان على السفينة، وفجأة بيظهر لها جثة طفلة مشنوقة ومتعلق في رقبتها دلاية. وإبس بتنزع الدلاية من رقبة الجثة وبتفتحها، وبتلاقي صورة واحد وواحدة. وفجأة كاتي بتظهر نفسها لإبس وقالت لها إن الجثة المتعلقة دي جثتها هي، وإن الدلاية اللي كانت في رقبتها فيها صورة أبوها وأمها. وللأسف ما شافتهمش من سنوات، وكانت راكبة السفينة علشان تروح لهم إيطاليا، وكل الأرواح محبوسة في السفينة مش بإرادتهم. ولسه كاتي هتحكي قصة السفينة بتظهر علامات على السقف كأن في حد بيهددها ما تتكلمش، وبتختفي كاتي فجأة وهي بتصرخ. بعدها بيظهر مورفي وهو حزين ونايم على مكتب القبطان، وفجأة الإزازة بتتهز وبيظهر له شبح القبطان وصب له مشروب ووراله مجموعة صور. وفهم مورفي من الصور إن الدهب كان موجود على سفينة تانية اسمها لورلي، وكانت بتغرق وسفينتهم أنقذتها، وما كانش فيها غير ناجي واحد بس على سفينة لورلي ووراله صورته. ومورفي أول ما شاف الصورة حس بالذعر، وفضل يدور على زمايله علشان يخرجوا من السفينة بسرعة، لكن شبح سانتوس بيحاصره وبيظهر له في كل مكان في السفينة. ومورفي بيحاول يهرب من سانتوس، وبتشوفه إبس وبتنادي عليه، لكن مورفي بيفتكرها شبح سانتوس وبيحاول يضربها لكنها بتدافع عن نفسها، وبتضربه بالسكينة في رجله. وبيوصل جاك وبيضرب مورفي وبينقذها، وبيقرروا يحبسوه في خزان زجاجي لأنهم افتكروه سكران، وبيقفلوا عليه مؤقتا لحد ما يفوق. وقالت لهم إبس إن البنت اللي ظهرت لها حذرتها من السفينة ولازم يخرجوا بأسرع وقت. وبدأوا فعلا يصلحوا السفينة ويلحموها ويخرجوا منها المية، وبدأت السفينة تتحرك ببطء. بعدها قررت إبس تدور على جرير، لكن وهي في طريقها بتظهر لها كاتي مرة تانية وبتوريها مكان جثة جرير. بعدها أخدتها من إيدها وبتوريها كل اللي حصل على السفينة وقت الحادثة، وبتوريها كل شيء حصل بالظبط كأنه شريط سينما قدامها، واللي شفنا جزء منه أول الفيلم. وبتشوف مجموعة بيسمموا ركاب السفينة، ومجموعة تانية بيقتلوا الركاب في حمام السباحة، وكل ده بسبب الذهب اللي موجود عليها. وكمان بتوريها كاتي نفسها وهم بيعدموها، وده كله باتفاق مع المغنية، لحد ما كل اللي على السفينة بينتهوا ما عدا المغنية. فبيجي واحد تاني بيخلص على المغنية، وبتكتشف إبس إن الشخص ده هو جاك، وبتفتكر كل الألاعيب اللي عملها علشان يقتلهم على السفينة، وهو اللي حابس الأرواح في السفينة. وإبس بتعرف إنه شبح، وبتفتكر مورفي وبتروح بسرعة علشان تنقذه. بتلاقيه غرقان في الخزان، وفي إيده صورة جاك اللي اداها شبح القبطان، وقال له إن ده الناجي الوحيد اللي لقوه على السفينة الغرقانة. ودلوقتي مش فاضل على السفينة مع إبس غير دوج وموردر. ودوج واقف على الدفة، وموردر غطسان بيصلح السفينة تحت المية، لكن التروس بتسحبه وبتموته. وإبس طلبت من دوج إنه يفضل مكانه ومعاه السلاح، وهي هتدور على موردر. وفي الوقت ده بيكون جاك بيحاول يروح ورا إبس، لكن دوج بيمنعه وبيضربه بالنار، لكنه علشان شبح مش بيموت. وإبس عرفت إن موردر مات في حمام السباحة، وقررت تفجر السفينة علشان تقضي على جاك وتحرر الأرواح المحبوسة. وبيظهر لها دوج وبيحاول يمنعها،
لكنها بتكتشف إن دوج مات وإن جاك استولى على جثته، وحاول جاك يقتلها ويغرقها لكنها بتخرج من المية ومعاها بندقية، ولأنها عارفة إن جاك شبح ومش هيموت ضربت النار على جهاز التفجير وفجرت السفينة، وبتظهر كاتي الإبس تحت المية وبترشدها على طريق الخروج، وبكده اتحررت روح كاتي وباقي الأرواح المحبوسة، وبتفضل إبس عايمة في المحيط لفترة فوق صندوق خشبي لحد ما بتوصل سفينة وبتنقذها وبترجع بيها للبر. لكن وهي راكبة عربية الإسعاف بتلمح جاك وهو بيحمل دهب وبيركب سفينة تانية مع الدهب، وبتصرخ إبس علشان تحذر الناس لكن محدش بيسمعها. وبكده تكون الدايرة بتتكرر من تاني، وهيفضل البحر كتوم ومش هيبوح بسره لأي حد. وهنا بينتهي الفيلم. لو الملخص عجبك دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة، وشكرا للمشاهدة.